فهاد لا فيديو غنشاهدوا الطريقه خياطه بندات الشعر. المقاسات راني خليتهم لكم. غنحتاجوا الثوب النوعيه ديالو هنا الستان بغيي، نتوما القماش على حساب الاختيار. كنطويو هاد القطعه الصغيره على اثنان، الوجه على الوجه، وكنحاولوا نخيطوها من هاد الجهه المحلوله. من بعد كنقلبوها كما كتشاهدوا، ونجيبو واحد المستاك باش ندخلو هاد القطعه ديال الشريط المطاطي لاستيك، كل واحد واش كيقول لها. من بعد ما كنخشيوها كنحاولوا نشدو بالفنيته هنا باش ما يهرب ليناش الشريط المطاطي ديالنا، ونتبعو حتى للراس الجهه الاخرى، حتى للراس الاخر اولا الجهه الاخرى، وغنشدو حتى هو بالفنيته باش ما يهرب ليناش. ومن بعد غنحاولوا نخيطوا بالماكينه ديالنا ونثبتوها. حتى الا بغيتو تخيطوها بالابره والخيط ممكن دوزو غير بالابره والخيط وتثبتوه مزيان باش ما يهربش. اهم حاجه انها تكون الخدمه مفينيه وتكون مخيطه مزيان، حيت هذا الشيء كله غادي يتغطى بهاد القطعه الاخرى. هاد القطعه الكبيره في الطول ديالها 45 سنتيم وفي العرض 18 سنتيم، غنحاولوا حتى هي نطويوها على اثنان، الوجه على الوجه، ونحاولوا نخيطوها من الجهه المحلوله على الطول كما كتشاهدوا، اما بيديكم اما بالماكينه الا كانت الماكينه احسن. غنحاولوا نقلبوها من مورا الخياطه، وغنستعنوا بالمصلوح، ضروري ما يكون المصلوح. وحيت هنا الستان فاش تبغيو تصلحوها يا البنات ديروا واحد القطعه ديال الثوب اللي تستحمل الحراره. هنا راني كويتها وحددتها. غنجيب القطعه ديالي اللي درت فيه الشريط المطاطي وغادي نديرو على الوجه ديال داك الشريط، الخياطه كنردوها للاسفل، كنحاول نحطها في الوسط من هاد الجهه ونطوي عليها دوك الجوانب ونشدو بفنيته. عاد غندوزو بالابره والخيط ولا ديوها للماكينه خيطوها. نفس الحاجه غادي نديرو الجهه المواليه، غادي نقلب بحال هكا وغادي نخيطها ونديرو لها نفس العمليه، غادي نحطوها في الوسط ونطويو عليها الجهات بجوج. من بعد ما كنخيطوها كتشدوها بالفناتي باش تساعدكم وغادي تخيطوها. ما تنساوش البنات تحطوا لي واحد لايك، واللي ما مشتركتش في القناه تشترك. جزاكم كل الخير وبارطاجيو، الله يجازيكم بخير. من بعد غادي نقلبوا الباندا ديالنا على هذا الشكل، كلشي كيرجع للداخل وكتجي الباندا ديالنا مفينيه وزوينه. كنقلبوها وكتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه في اللبسه كما شاهدتوا في الصوره المصغره، كتجي الصراحه زوينه. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم.